المهم يا جماعة بقول السالفة بكل اختصار شديد، والله ما أبغى أطول في السالفة بزيادة عن اللزوم. أنا بدافع عن حقي واللي يصير يصير، سواء أخذت حقي في الدنيا ولا باخذه في الآخرة بإذن الله. إن الله يعطيني حقي في الدنيا، لأن الكذاب مصيره ينفضح. ولكن إن ما أخذته في الدنيا، إن صار في شيء أقوى مني، باخذه في الآخرة، ما في مشكلة. العموم يا جماعة، فعلا لما دخلنا البث هي بعظمة لسانها تكلمت، قالت أنا ما أدري ذي شلون جت ودخلت. هذا على إيش يدل؟ على أننا ما خططنا لهذا السيناريو من قبل. فجأة وإحنا في البث جت السالفة إن إحنا نقوم نمثل. إحنا أساسا كنا وقتها عارفين أن هذه كلها تمثيلية. فإنك تجين تلوميني على ردة فعلي إني أنا انصدمت من كلامك، أنا صراحة اللي أعرفه في الحياة الواقعية إن إحنا نلوم الفعل، ما حد يلوم ردة الفعل. هذا شيء جديد علي صراحة. يعني يجي واحد يصفق واحد، يجي الثاني يصفقه كف، يقول ليش صفقته كف؟ لا يا شيخ، طب هو صفقني قبل، سلامات. المهم فما كنا متفقين صراحة عن السيناريو، هو فجأة صار في البث، فعشان كذا أنا انصدمت. يعني هذه ردة الفعل الطبيعية، الإنسان قال له واحد بضربك. يعني ما أدري وش المفروض أرقص، ما أدري مش مفروض أسوي. اليوم كنت أنا قاعدة أفكر من يوم تكلمت، حتى من وقتها لما الناس قالوا لي أنت ليش سويتي بعيونك كذا؟ لا يا شيخ، لا يا شيخ، ليش سويت بعيوني كذا؟ صح. المهم بعدها تالا كلمتني في نص البث وقالت لي يا غدير المقطع انتشار وصار كذا وكذا وكذا. والله العظيم يا جماعة اني قفلت اسم المكالمة، ووقتها دافعت عنها، وقتها دافعت عن تالا، لان انا اعرف ان هذا مقصدها انها تضربني. تمام. انا طبعا هذا تفكيري، يعني انا انسان نيتي طيبة في كل الناس بغض النظر عن انه هذا كان نيتها او مو نيتها. على العموم طلعت تالا وقالت لي غدير السالفة كذا 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 وانا نيتي كانت كذا كذا. قلت اوكي تمام، هذا الكلام من البنت نفسها يعني. فطلعت للناس وقلت يا جماعة تالا ما كان هذا مقصدها، وتالا كان مقصدها إنها تضربني. أنا في الأول والأخير ترى أنا ماني ساحر أعرف وش اللي جواتها، أنا قاعدة أمشي على كلامها، هي تقول إن هذا مقصدي. طلعت العالم بينت لهم، قلت لهم فعلا يا جماعة هذا مقصدها، ودعيت على البنت اللي نزلت المقطع وقلت له الله يكسر يدك. وفي ناس كثير صراحة يذكرون، في تعليقات كثير قريتها الناس يقولون إنه إيه يا غدير إحنا نذكر إنك دافعتي عنها، بس البث صراحة دورت لي يا جماعة والله في كل مكان، بس ما لقيت المقطع اللي أنا دافعت عنها فيه، ما حد صوره للأسف. على العموم قفلت البث. قبل ما أنام تالا كلمتني قالت لي غدير بكرة لازم نطلع بث أنا وياك ولازم ندافع عني. طبعا أنا الحين يا جماعة لما وعيت، أنا الحين في اللحظة هذه، يعني شفتوا الوعي هذا اللي فيني الحين، لو معي وقتها كنت بقول له مالي دخل. اللي علي أنا دافعت عنك لما دقيتي علي، الحين مالي دخل. أنت اللي تكلمتي، هذا لسانك أنت، أنا إيش دخلني أدافع بلسانك؟ أنت اللي قلتي الكلمة هذه، أنا إيش دخلني؟ أنت اللي اطلعي برري للعالم وش مقصدك، أنا مالي دخل. أنا دخلت معك في التمثيلية، وطبعا هي حطت في بالها، يعني راحت خلت الناس يركزون على نظراتي انه شوفوا غدير وش كانت تقصد. لو كنت اقصد اني اورطك في شيء ما دخلت معك جولة ثانية، ما كملت معك البث، صح ولا لا؟ كملت معها البث. على العموم كملت معها البث جولة ثانية لين انتهى البث، وبعدين طلعت من عندها. لو انا في بالي يا تالا ان انا اضرك، ولا انا حركات عيوني على قولتك ان انا كنت ابغى اطيحك في شيء، ما كملت معك جولة ثانية. على العموم قمت اليوم الثاني، جاء كلمني شخص، صحيت اليوم الثاني خلاص أنا بقوم عشان شو اسمه أشوف تالا متى بتصحى عشان نتفق متى البث يكون ومتى نطلع نبرر للعالم. شوفوا مع إنه ترى مو من حقي، المفروض إن أنا مالي دخل، لكن مع ذلك قلت يا الله، كنت وقتها زمان أدور بس للخير للناس يعني. على العموم جاء كلمني شخص قال لي غدير شوفي لوكيشن تالا وين، وراني لوكيشن تالا في مركز شرطة. أنا وقتها الموضوع وصل للحكومة، أطلع الحين أنا أتكلم ليش؟ يا أخي أنتم مو معقولة ما عندكم عقل زينا تفكرون، مستحيل أكيد أنكم روبوتات، مستحيل تكونون إنسان. الموضوع عند الشرطة، أطلع أنا أروح أتكلم، أروح أزيد النار الحطب نار، أزيد النار حطب. بنتظر إلى ما تالا تطلع وتجي تكلمني ونتفاهم ونتفق وش صار معك وش راح نقول وش راح نسوي. بغض النظر ترى حتى لو تالا كانت مو في الشرطة لكنها ما ردت علي في ذاك اليوم، أنا ما راح أطلع بث لحالي أتكلم. ليش أطلع لحالي أتكلم بلسانها؟ ليش؟ ناهيكم عن إن إحنا متفقين نطلع مع بعض، أطلع أنا لوحدي أتكلم خير، ليش؟ على أي أساس؟ لسانها ترى مو لساني، إيش فيكم؟ لأنه المفروض إني أنا ما أطلع ومالي دخل أصلا فيك شيء أنت سويتي، أنت تتحملينه، أنا مالي دخل أتحمله معك. على العموم إيه قال لي إنها في مركز الشرطة، فقلت خلني أسكت. مرت يومين 3 4 أيام 5 أيام، فترة مرت إلا شوي أشوف خبر تم القبض. طيب الحين
يا أذكياء، الحكومة السعودية طلعت وأصدرت بحقها قرار تم القبض. تطلع المواطنة السعودية غدير تقول لا، تالا ما كان كذا قصدها، وتطلع بنظرة المعارضة لقرار الحكومة السعودية وتورط نفسها. لا معلش يا جماعة، زي ما هي اختارت نفسي نفسي ونزلت المقطع اللي فيه وجهي عشان تبرئ نفسها مع علمها اني معتزلة وما ابغى وجهي ينزل في كل مكان، انا برضو وقتها قلت نفسي نفسي وما راح اطلع اعارض حكومتنا على القرار اللي هي اتخذه. هذا اولا. ثانيا، بعظمة لسانها قالت في مقطعها اللي منزلته الحكومة ما حاسبتني على هذا المقطع وطلعت براءة. صح؟ دامك طلعتي براءة يا تالا صفوان، ليش كنتي تحتاجين شهادتي؟ لو شهادتي كانت هي العائق، كانت هي الدليل، كان الحكومة طلبتني، ما انتظروك انتي تجين تكلميني اجي. اول مرة صراحة انا اسمع احد في السجن ولا في الشرطة ولا في وقت التحقيق ولا في النيابة يدق على احد يقول له تعال بالله اشهد لي. اول مرة في حياتي اللي اعرفه ان الحكومة هي اللي تستدعي الشخص تخليه يجي ويجي غصبا عنه يشهد. هذا اولا. ثانيا، انت تقولين المقطع هذا مو سبب محاسبتك، صح ولا لا؟ ليش كنتي تنتظرين شهادتي؟ طيب ما كنتي تنتظرين شهادتي ابدا، لان محاسبتك على شيء ثاني مو على المقطع نهائيا. فيعني انا ما اعرف صراحة ايش اقول غير عن انه يا جماعة هي تبغى هجوم فقط، هي تبغى هجوم. ولا لو تجون تركزون في كلام وتركزون وترتبون الامور زي ما انا سويت الحين، جبت قلم ورقة وقعدت ارتب، اكتشفت ان هذا كله كذب. يعني انا اليومكم ده قاعدة اصلا افكر، قاعدة اقول فعلا لا يكون انا يا ناس، انا في الاخير انسان، في اشياء اخطيها، في انا ماني رسول. فقعدت مع نفسي وفكرت واكتشفت هذه الاشياء. انت قاعدة تقولين كلام تناقضين نفسك. يعني الحكومة بتنتظر شهادة غدير لكن ما راح تكلمها تيجي، بتنتظرك انت يا تالا تقولين لها. ولو هي بتنتظرني ليش بتطلعين براءة على قولتك؟ طب انا شهادتي باقي ما جيت ادليت فيها لانك انت كلمتيني على قولتك وانا قلت لا، مع انه والله لا كلمني محامي ولا قال لي تعالي اشهدي ولا رفضت. اقسم بالله يا جماعة طاريها ما جاني ذيك الفترة نهائيا. ولو يجيني الحين شخص يقول لي لا بالعكس كان المفروض تكلمتي وكان المفروض انك قلتي، بألطمه كف، لان كلكم كذابين. ليش؟ لو صار الموقف معكم وعشتوا الموقف اقسم بالله لتقفلون على نفسكم بالغرفة وتسكرون الباب بالمفتاح، 6 مفاتيح تسكرون. لكن لما يصير الموقف لاحظ ثاني، لا ليش ما تكلمت، ليش ما قلت، هذا اللي الحين في البلبلة طبعا. بس مع ذلك انا ما وقفت، أنا ما جيت وقفلت البيبان علي، طلعت في البث ودافعت عنها وقت ما كلمتني، ولما كلمتني قلت لها أبشري نطلع بكرة ونتكلم. لكن جاء من بكرة قدر الله ما شاء فعل، البنت في الشرطة، مستحيل أطلع أتكلم والبنت في الشرطة، مستحيل أطلع أتكلم لين تطلع هي وتجي تكلمني. أنا وقتها ما أدري إن إجراءات الشرطة قالت لي طيب يمكن أنت ما تدرين أنا جوالاتي مسحوبة. لا ما أدري للأسف، ما قد دخلت مركز الشرطة، ما أعرف عن هذه الإجراءات ولا أدري عنها ولا عندي خبر ولا عندي علم فيها نهائيا.